بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة المحتوى بتاعنا جميل جدا، كيكة الشاتو أو البراونيز أو قطعة جاتو زي ما تسموها، بس أنا بجد بجد حاجة كده خفيفة وجميلة جدا، وزي ما انتوا شايفين هشة وخفيفة جدا، وقطعة جاتو فعلا مكوناتها بسيطة جدا وحاجة كده تحفة. يلا بينا نبتدي مقاديرنا. المقادير بتاعتنا عبارة عن كوباية سكر وكوباية حليب وكوباية زيت وثلاث معالق كاكاو من الدارك اللي من غير سكر خالص طبعا. تكون نوع كاكاو كده جميل حلو بيدي طعم الشوكولاتة، ما يكونش ايه حاجة مش كويسة. من عند يعني حاجات الحلويات هنلاقي الكاكاو الاسباني، دي جميلة جدا في الوصفة بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين ضربت طبعا الثلاث مكونات دول في الخلاط، وفصلت منهم، خدت كوباية كده على جنب حطيتها في التلاجة، وبعد كده حطيت 3 بيضات، وطبعا ربع فانيليا، ربع معلقة فانيليا. ودلوقتي بقى ايه مجين دقيق هنخلطهم بعد ما نزلتها من على الخلاط. خلاص حطيتها ببولة وبدأت انزل عليها الدقيق واحدة واحدة، لازم يتنخن عشان الهواء. طبعا نزلت مجين الدقيق، وبالسباتولا كده هفضل اقلب وهي في البوله، الخليط بتاعي في البوله هقلبه كده تقليب بسيط، لان هي طبعا ايه ضربناها كويس في الخلاط، فكده تمام. مش هعجن كتير طبعا، هخلط بس الدقيق بالمكونات ديت. الكيكه بتاعتنا بسيطه وسهله، ومكوناتها موجوده كلها في البيت. حاجة كده جميلة جدا، تنفع للفطار، تنفع مع كوباية الشاي، تنفع لو ضيف جالك فجأة. ادي الكوبايه اللي انا فصلتها من غير بيض طبعا، لان دي طبعا اللي هحطها على الكيكه لما تستوي، هتديني طعم وملمس كده ولمعان في الكيكه بتاعتي. بتقلبها 180 درجه، تبقى عباره عن قطعه جاتوه كده خفيفه. ابتدي اخلط طبعا المكونات كلها زي ما انتوا شايفين بالسباتولا كده، مش بمضرب اليدوي. طبعا بجيب القالب الازاز بتاعي دوت وهدهنه زيت، وابتدي انزل بالخليط بتاعي فيه في القالب، اوزعه كويس، وانزل كل اللي في البوله بالسباتولا لغايه لما المكونات كلها زي ما انتوا شايفين في الصينيه. وابتدي طبعا، واثناء وانا بعجن وكده مولعه طبعا الفرن لازم يكون سخن على درجه حراره 180 درجه. بحطها في الدور الوسطاني، ما بتاخدش معايا بالظبط ربع ساعه كده. حاجة بسيطة وسهل الممتنع، حتى اللي ما بيعرفش يعمل الكيكة هيعمل المكونات دي كلها في الخلاط ويحطها في الصينية وفي الفرن، وبتطلع نتيجة روعة جدا. طبعا بضغط بالصينية عشان ايه اطلع الهواء منها قبل ما احطها في الفرن. طبعا طلعت من الفرن ما خدتش بالظبط ربع ساعة. وطبعا جبت السوفليكس وبدأت انغز بيها كده، طبعا السوفليكس بيطلع معايا نضيف، يبقى كده الكيكة تمام استوت ومفيش اي عجين من الداخل ولا اي حاجة. زي ما انتوا شايفين السوفليكس اهو مفيهوش اي حاجة كده، تمام نضج الكيكة بالنسبة لي. ابتدي انغز كده علشان خاطر طبعا انا هنزل عليها الكوب كوباية الجانش اللي انا خدتها، اللي هو صوص الشوكولاتة اللي انا عملته في البداية قبل ما اضيف البيض. حاولوا تاخدوا الكوباية دي قبل ما تضيفوا البيض، يعني هو بيبقى الكاكاو مع الزيت مع السكر ده بيبقى صوص شوكولاتة جميل جدا. ببتدي انزله كده على الكيكة بتاعتي، ده بيديها بصراحة آه، طعم خطير جدا. زي ما انتوا شايفين الصينية بتاعتنا اهي، زي ما انتوا شايفين طبعا انا ايه قطعتها. بصوا بصوا القوام بتاعها وبصوا الارتفاع بتاعها، بس هنا طبعا الاضاءة ظلماها شوية، هنحاول نظبط الاضاءة عشان تشوفوها. بصوا الفراغات حاجة جميلة. ده لون الكيكة بتاعنا طبيعي، هي الاضاءة بس ظبطنا الاضاءة. وزي ما انتوا شايفين
طعمها خطير بجد بجد وهشة، وبصوا الفراغات اللي جوه. ده نجاح الكيكة بتاعتنا، انا مسمياها قطعة الجاتوه الجميلة. الصوص الشوكولاتة اللي من فوق ده طعم رائع جدا. زي ما انتوا شايفين بصراحة، قطعة من الجاتوه الشاتو السهل الممتنع، فعلا طعم خطير، لونها جميل جدا. حابين بقى اللي حابب يزوق يحط كريم شانتيه، يحط فواكه زي ما تحبوا، بس انا حباها كده بحيث ان هي تتاكل مع الشاي، تبقى حاجة خفيفة وبسيطة. ونحطها طبعا في علبة وفي التلاجة تقعد معانا كذا يوم. احنا في الصيف وتنفع بقى الرحلات، رايحين نقضي يوم كده جميل على البحر، نعملها ونحطها في علبة ونغطيها ونحطها في التلاجة قبلها بيوم، وناخدها معانا في الرحلات. تنفع نفطر بيها، نفطر واحنا قاعدين مع كوباية الشاي. حاجة جميلة بتشبع تفرح الأولاد، يعني حاجة عاملاها في البيت نضيفة بمكونات بسيطة ما كلفتناش. وده الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يعجبكم، والسلام عليكم.